الخير والبركة يا العزيز، الله يخليك دائما. الله يحفظك شيء. مبروك لكم جميعا ان شاء الله، من نصر الى نصر. تستاهلها والله. مبروك لكم جميعا. اي والله على ما حققتوه، وهذا مفخره كل العراقيين طبعا. والله العظيم احنا فرحين تسلمك المنصب وتحقيق النصر. يحفظكم جميعا. اي والله متابعته. اي والله متابعته. مبروك الله يحفظك. المقاتل محمد قاسم حارث المالكي، جهاز مكافحة الإرهاب، قيادة العمليات الخاصة الأولى، فوج الأول. سيدي حياك حياك حيا الله البطل. يسلمك ويحفظك. البطل اللي يقتل 6 من دواعش، هذا يستاهل ما يلعن. الله يسلمك. الله يحفظكم جميعا. يعني بسيارتك يا رجل كان ويانا وتابعنا زين. قال انا من ولده، هو الرجال قال بعد يوم انا سيدي شاوي من قبره حسن جهودكم ان شاء الله. نبارك للشهداء واهل الشهداء اللي من حقهم يفتخرون باولادهم. نبارك للجرحى اللي سالت دماءهم بالموصل حتى يبقى العراق سالم. سالت دماءهم بالموصل وكل مناطق اللي اخذها داعش الحمد لله، حتى يبقى العراق سالم ونطرد دولة الشر. امين يا رب. ويخلص العراق. الساعة 4 الصبح كانت هم فلسطين من داعش يشرون علينا رمان ورماية قريب يعني قريبين عنينا، فكانت اكو جنطة بهداء مال داعش وغراف وما اعرف شنو. فتحت الجنطة لقيت فيها هذا الزئب هو مال داعش. بلغت امر سريع، قلت له راح البس هذا الزئب واروح اخدعهم وهيك. تودعت يا جماعتي، قلت لهم ما راح اروح، احتمال بعد ما ارجع. لبست الزئب وكملت عندي شمال ما انا تلثمت فيه، وسلاحي اول M4 سحبته وفتحت امان، حضرته خليته هنا ظهر علقته وبديت اسلل على مضافه مال داعش. قد المسافه بينهم؟ 30 متر تقريبا. اول بيت عبرت عليه ولما فتحت الباب شفت 2 داعش. تقريبا مسافه ايش قريبه عني 5 امتار 6 هيك. بس هو ما يصل، شافني هو، قربت ايش مشيت خطوه ضربته 3 ضربات انسدد. وقع ذاك اللي وراه ظل متفاجئ يعني شلون انصدم، وما طلقتين يعني هي رمى وهي رمي رمى. ضربته ظهره وقع هناك من العمر. رجعت وين بغيت بنفس المكان من الباب كان يطلع واحد بنفس الشريط اللي انا بيه، مو بيت هذا مسمع طلقات. طلع يدور على جماعتي يدور علي قبل لا حكيت ولا طقيت. عامر سريتي عبر مقدمة المهند عامر فوجي، عبر الموقف قال له عندنا مقاتل طب زين خندهاري وكتب 6 من داعش. مش عندك جهل؟ عندك 2 زين من طبيت على الدواعش على البيت ما قلت ما اجوا بالك جهالك اهلك لو عرفتهم على صفحه والمهم والله عرفت العراق عرفت كل شيء على صفحه، وقلت انا يعني اموت شهيد واذا نجحت بخطتي انا راجع ان شاء الله سالم، لان الشهداء راح مو احسن من عندي واخذ اثار الشهداء وخذيت اثارهم ورجعت والحمد لله رجعت. توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحه مستمره، وتوجيهاتنا ايضا، ودعم الاخوه في مجلس النواب ولجنه الامن والدفاع، ولكن فعل ابطالنا. نعم. احنا نهني نفسنا ونهني العراق وهيج ابطال، والشهداء والجرحى هم السبب، يعني هم سبب النصر. انا اشكرك وممنون منك، يحفظك ويحفظ عيالك واهلك وعشيرتك والعراق.